الفيديو ده خاص بالسادة المحامين والسادة الموكلين، يعني هو في إطار العلاقة ما بين المحامي والموكل. يعني مثلا لما المحامي يقعد معاك ويتفق معاك على أتعاب أو مبلغ معين، يا ريت تديهوله وتلتزم بكلامك. والمدة اللي هو حددها لك يا ريت تلتزم بيها. يعني مثلا قال لك أنا هاخد منك مقدم كذا، وهتيجي مثلا في شهر كذا أو بعد 10 أيام أو بعد شهر هتديني مبلغ كذا، يا ريت تلتزم معاه. ويعني ما تصطادش بالسنارة كده وتحت في الطعم وبعدين ايه تعلقه في الهواء. يعني هو مادام قبل القضية بتاعتك وفتح لك ملف في مكتبه، يا ريت تلتزم بكلامك معاه. ده ليه بقى؟ علشان لو انت ما التزمتش بكلامك معاه هنقع في مشاكل. المشاكل اللي هي ايه بقى؟ ان انا مش عارف اخد حق منك كمحامي، هضطر ان انا اشغل دماغي عليك وهاخده، سواء بقى باليمين بالشمال هاخد حق منك، يعني هاخد حق منك. وده طبعا امر غير محبوب وغير مرجح وغير مقبول في المحاماة. بس انت اللي بتضطرني اعمل كده. فعلشان نتغاضى عن الحتة دي ونبعد عنها، يا ريت تلتزم بكلامك وتبقى مؤدب ومحترم. طبعا انا برجح ان المحامي ياخد اتعابه مقدما كلها، ولو بقى يبقى مبلغ بسيط علشان ما نقعش في المشاكل دي. وعلشان مثلا ما بقاش انا محامي او شغال في المنطقة اللي هي بتاعت المجال المدني دي. وطبعا المدني بياخد مثلا مدة طويلة في المحكمة، على الاقل سنتين مثلا. فما يبقاش انت جايلي كموكل مستأمني على فلوسك وحقك، وهرجع لك حقك وهظبط لك احوالك، وتستخسر فيها الاتعاب بتاعتي. اجي مثلا اقول لك في رسوم للمحكمه كذا، او في امانه خبير كذا، او في ايا كان هيدفع في المحكمه، فلوسه ده احضر على طول في ثانيه. اجي اقول لك طب هات جزء من الاتعاب للمكتب، تقول لي والله ما معايا، وتقعد تحلف لي بايمانات الله كلها، وتضطر ان انت تبقى عبء على المحامي وعلى مكتبه. فالامر ده غير مقبول. ويا ريت الساده المحامين تكون حريصه على الموضوع ده، تحط نقطه. يعني لو انا مثلا كمحامي اشترطت على الموكل ان انا اخد الفلوس كلها، وانت كزميل محامي اشترطت على الموكل بتاعك ان انت تاخد فلوسك كلها، وظبطنا حوار الاتعاب مع بعض بان في حد ادنى، يبقى كده ايه، احنا كمحامين وكموكلين حققنا المصلحة العامة، وهي ان المحامي ياخد اتعابه ويشوف مصلحته ويبقى شغال حتى بنفس راضية، وفي نفس الوقت النتيجة اللي الموكل عايزها بإذن الله بتوفيق من ربنا تحدث وتحصل ويتحصل على حقه بإذن الله. وفي نفس الوقت يبقى احنا ايه، قضينا على الحتة اللي هي بيبقى فيها كده ايه، حتة شاذة، يقول لك المحامي ده ضحك عليا، المحامي ده نصب عليا. لا، هو ما نصبش عليك، هو جاب حقه منك اللي انت نصبت عليه فيه. لو انت جيت تحسبها هتلاقيك انت النصاب. في الاول وفي الاخر ما تحبش يعني اللي انت ما تحبوش او ما تقبلوش على نفسك، ما تقبلوش على حد. يعني اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. المحاماة دي شغلانة متعبة، شغلانة مرهقة، ما تعرفش اللف والمرمطة اللي المحامي بيعانيها هو وكل اعضاء مكتبه. فتخيل بقى ان كل اعضاء المكتب او المكتب شغال بكل طاقته على شغلك، وانت مش مقدر، انت مش شايفه اصلا. فانت مستني ايه؟ مستني ان هو يشتغل لك او يحقق لك النتيجة المرغوب فيها؟ لا، لازم تقدره، لازم تديله حقه على الاقل، وبعدين استنى منه النتيجة. انما ما تبقاش معلق الاتعاب بتاعته في الهوا، وفي نفس الوقت انت يعني خليته ملزم ان هو يحقق لك نتيجة. او مثلا ان انت تقول له لا انا مش هديك بقية الاتعاب غير لما تحقق لي النتيجة دي. لا، انا مش قاضي، انا بعمل اللي عليا، ببذل عناية، والنتيجة دي بتاعت الله. انا بتكلم في حتة ايه برضو، ان انت مثلا كموكل يا ريت تدي للمحامي اتعابه، بالذات في القضايا المدنية، القضايا اللي بتقعد سنة وسنتين وثلاثة في المحكمة. يعني بلاش تخلي المحامي يصرف من جيبه وفي الاخر تقول المحامي ده صفته ونعته. لا، انت اللي غلطان، لان انت اللي كلت عليه حقه بمعنى اصح.